تصريحات كولر للصحف السويسريه صباح اليوم عشان ما تتفهمش غلط ولا القلق يبدا يمسك الناس ان الراجل ماشي. احنا بنتكلم في الحق وبنوضح للناس الحقيقه. الراجل اعترف وقال ان جاي له عرض من الشباب السعودي ونادي الدحيل القطري. الراجل قال انا مبسوط في الاهلي، واول عرض جالي من الاهلي كانت رغبتي الاولى هو البطولات مع هذا النادي. قال لك انا لما دخلت بحثت عن الاهلي عرفت ان هو عنده 60 مليون مشجع، وان النادي ده جماهيره بتحب كل يوم الالقاب، وان ده اكبر نادي في افريقيا. الراجل اللي اتسال انت مبسوط في الاهلي قال انا مبسوط ومنتظر اول رجوعي لمصر تجديد عقدي مع الاهلي، عشان كله هيطلع يقول لك الحق ده كولر هربان، ده كولر قال لك انا جاي لي عرض وهمشي. الكلام ده يا جماعه ما فيش منه. الراجل قال ان هو جاي له عروض عادي خالص من الشباب ومن السعودي ومن الدحيل القطري، وقال انه مبسوط في الاهلي، واما يرجع مصر من الاجازه من سويسرا هيجدد عقده مع الاهلي لسنتين قادمين.